فتره كده، يعني اقل حاجه كل 3 شهور. كل 3 شهور لازم تعملي تعقيم للغساله وتنضفيها من اي رواسب فيها. ما بيبانش في الحله الاولانيه، بس بيبان في الحله اللي هي من تحت. هما بيبقوا حلتين داخل بعض كده. الحله اللي من فوق ما بتبقاش باين فيها، بس بيبقى باين في الحله اللي تحت. لازم كل فتره كده اجي كده، كل شهر ونص، شهرين، 3 بالكتير، ان انا اعمل لها دوره تنظيف وتعقيم ليها. بحاجتين ببساطه قوي لازم تعمليهم كده كل فتره، لازم. عشان الغساله ما تعملش رواسب في الخرطوم ولا في الكاوتشات بتاعتها ولا في الحله الداخليه، وتبتدي تشوفي ريحه في الغساله. خصوصا لو انت مسافره فتره ورجعتي، لازم الغساله تعملي لها تطهير كده الاول قبل ما تدخلي فيها غسيل. مش اي حاجه بتحط على اي حاجه وخلاص. طب ايه الحاجات ديت؟ هما حاجتين بس بساط قوي بتعملي بيهم. هتجيبي معايا اي ازازه خل، لو خام هنحط نص ازازه الخل. نص ازازه خل لو هو خام بتحطي نص الازازه. حلوه قوي على دوره الغسيل، بس لازم